الأسرى المسلمون الذين تم تحريرهم من الأندلس قصوا على إخوتهم المسلمين قصص تعذيبهم المرعبة التي كانوا يواجهونها في أقبية الكنائس المظلمة تحت إشراف القساوسة الكاثوليك. هذه القصص أغضبت سليم الأول غضبا شديدا، خاصة بعد قيام بعض قادة الصليبيين الذين كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية بالتعاون سرا مع الجيوش الصليبية، وذلك لإثارة القلاقل داخل أرض الخلافة الإسلامية. فقرر سليم الأول أن يخير المسيحيين الذين كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية، قرر أن يخيرهم بين الإسلام أو الرحيل من بلاد المسلمين إلى البلدان الصليبية. ولكن زنبيلي علي مالي أفندي، وهو شيخ الإسلام أي مفتي الدولة العثمانية، رفض ذلك الأمر، وأبلغ الخليفة سليم الأول بأن ذلك أمر لا يجوز في الإسلام، فالقاعدة في الإسلام هي أنه لا إكراه في الدين. فوافق خليفة المسلمين سليم الأول على رأي العالم الجليل، وترك المسيحيين ليعيشوا بأمان في دولة الخلافة الإسلامية في الوقت الذي يذبح فيه المسلمون في أرض الصليبيين. هذا هو تاريخنا المشرف، هذا هو ديننا العظيم.